اول مليون صعب، بس المليون التاني بيجي لوحده، لان الفلوس نفسها مش هي الموضوع. المهم الشخص اللي انت بتبقاه عشان تعرف تجيب اول مليون. اللي صعب بجد مش هو المليون، اللي صعب بجد هو الانجاز، هو التغيير اللي هيحصل جواك، هي العقليه اللي هتبني القرارات اللي بتاخدها، هو الانضباط، هو التحمل، هو الوعي، هو القدره على انك تشوف حاجات ناس تانية مش شايفاها، وتستحمل حاجات ناس تانية مش قادرة تستحملها، وتوصل لأول مليون. شخص مختلف تماما. عارفين ليه المليون التاني سهل بقى؟ لأنك لما خدت بالقلم أول مرة استحملت وعديت، فبقى معاك أول مليون. تيجي في المليون التاني تلاقي نفسك اتضربت 3-4 أقلام وما حسيتش. انت مش ما حسيتش، انت بقى عندك قدرة على التحمل من أول مليون. خدت تناحة ومناعة كده، خليتك تاخد قرارات ناس ما بتعرفش تاخدها، خليتك تبقى بتاخد ريسكس ناس تانية بتخاف وتفكر 1000 مرة تاخده. هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. لو انت مركز على الفلوس انت هتتعب جدا، لكن لو مركز على الشخص اللي انت محتاج تبقى عليه الفلوس هتجري وراك. اول مليون دايما صعب، مش لان الفلوس قليله، لان العقليه بتاعتك لسه ما بقتش مؤهله للشتيمه والضرب والتلطيش وقله الادب. هنا الفكره المهمه بقى انك مش تبقى مليونير، انك تبقى ناجح. بص الحته دي، انك تبقى عرفت النو هاو. انا لما اغلط 13 مره في ال 14 هنجح. تعلمك الفايت ده، فانت بقيت بني ادم مختلف، شخص بيعرف يتحمل الوحده، شخص بيعرف يتحمل الاقلام، القرارات الصعبه، الخساره، ويعرف يرجع تاني. اللي هو تصحى من النوم صباح الفل على عيونك، انا اتضربت امبارح بس عادي عندي استعداد اتضرب التاني. عشان كده لو ركزت على الفلوس هتتوه، لكن لو ركزت على الشخص اللي انت محتاج تبقى عليه الفلوس هتبقى جزء طبيعي من الرحله. المليون الاولاني بيغيرك، المليون التاني بيأكد التغيير اللي حصل. ركز على التطور مش على الرقم. صباح الفل. لو عجبك الحلقه دي اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.